هعمل جلسة ديرمابان في البيت، فبحط المخدر اللي هو بريدوكاين ده عشان يعني هي بتوجع شوية، وهسيبه بقى لحد ما البشرة تمتصه شوية وتبدأ كده تنمل شوية عشان لما اجي اشتغل ما احسش بألم. يعني هل بنصح اي حد يعملها في البيت؟ لا، ممكن تروحي العيادة، بس انا عشان بعملها في البيت بقالي كتير جدا فبقيت عارفة ايه الحاجات اللي انا بستخدمها واستخدمها ازاي وكده. يعني هسيب بقى البشره تمتص البنج وبعد كده هغسله وابدا اعمل جلسه. ده شكل وشي كده بعد ما البشره امتصت كل البنج اللي كان عليها. هروح بقى دلوقتي اغسله وبعد كده ابدا اشتغل. نقطه مهمه ان انتوا لازم تغسلوا البنج كويس قوي، لازم تغسلوا بشرتكم كويس قوي، ما يبقاش عليها اي طبقه بنج. غسلت وشي كويس جدا من البنج. واهم حاجه برضو ان انتي اصلا قبل ما تحطي بنج لازم وشك تبقى نظيف، يعني لازم البشره نفسها تبقى نظيفه، تبقي غاسله وشك بغسول وبعد كده تستخدمي البنج. مينفعش تحطي بنج على بشره مش نظيفه. دلوقتي بقى انا هعقم الحاجات اللي انا هستخدمها، السن وكمان الجهاز نفسه برضو كل حاجه فيها انا بعقمها. برضو انا بكرر تاني الجلسه اللي انا هعملها دي حاجه كده بس خفيفه قوي تدي جلو او تدي نضاره كده بس للبشره، تشدها حاجه بسيطه. مش بعمل جلسة ديرمابان تكون قوية او هارش قوي على البشرة، عشان دي حاجة انا ما ينفعش اعملها. انا في البيت لازم يكون دكتور، فانتي لو بشرتك محتاجة ان انتي تعملي ديرمابان الافضل ان انتي تروحي الدكتور، يعني مش ان انتي تعمليها في البيت، خصوصا لو انتي كمان لسه مبتدئة. الجلسة اللي انا بعملها دي حاجة بس كده تدي نضارة مش اكتر للبشرة، ما بمشيش بطريقة تجرح الجلد او تأذي حاجز بشرتي. انما بقى انتي لو بشرتك فيها اثار حبوب صعبة فانتي ممكن تحتاجي ان انتي تروحي عياده عشان كمان تحسي ان الجلسه نفسها جابت نتيجه معاكي. يعني بس انا اصلا بمشي بشكل بسيط قوي، يعني هو بس كل اللي هيحصل في البشره ان هي ممكن تحمر شويه. وعايزه اقولك على حاجه كمان، ان مش كل البرودكتس بتحط على البشره، مش كلها ينفع ان هي تدخل لاعماق جوه. فاهم حاجه برضو ان انتي لو هتستخدميها تستخدمي حاجه تنفع ان هي تدخل جوه الجلد. يعني ده فيتامين سي انا بستخدمه، بس ده ينفع ان هو يدخل جوه الجلد، مش كحاجه تبقى سطحيه بس على الجلد. القصه دي كل اللي هي بتعمله بس ان هي بتدي اشارات للمخ ان الجلد ده فيه اتعور مثلا في مكان هنا او حصل له حاجه، فهو محتاج ان هو يترمم، فعشان كده بيحصل بقى تجديد بعد الجلسه دي. عايزه اقولك كمان ان بجد من احلى يعني الحاجات اللي انتي ممكن تستخدميها لبشرتك هي الديرمابان. انتي جربتي حاجات كتير قوي ما بيجيبش نتيجه معاكي، فالديرمابان بس اهم حاجه ان انتي تعمليها في عياده. يعني الجهاز ده بيكون ليه كذا سمك على فكره، يعني انا دلوقتي شغاله باتنين، بيكون سمكه 2. الابره نفسها يعني بتبقى 2 مللي تقريبا. في اجهزه تانية بتوصل تقريبا لحد 7، يعني ده اخره تقريبا 3، بس انا ما بشتغلش بصراحه على 3 خالص. يعني انا بحس انه ممكن يبقى هارش قوي على بشرتي او ان هو ممكن يأذي حاجز البشره، فانا ما بعملش كده خالص. اصلا كل منطقه بيكون ليها عمق معين، يعني مثلا عند العين ما ينفعش خالص ان انتي تشتغلي ب2، ممكن تشتغلي على 1، ممكن تشتغلي على نص. في الجبهة برضو عشان هي بتكون قريبة قوي للعظم، فبرضو ما تشتغليش ابدا على 2، يعني 2 دي عند الخدود عشان العمق بيبقى اكتر. انا طبعا نسيت ان انا احط تحت عيني بنج، فانا مش هقدر بصراحة ان انا اقرب تحت عيني خالص لان انا فرفورة وبتوجع بسهولة يعني. بس في ناس تانية بتقدر تستحمل بصراحة، بس انا لا. كمان برضو من ضمن الحاجات اللي انا لاحظتها لما كنت بعمل جلسات الديرمابان، المسام، شكل المسام بيقل بشكل ملحوظ، يعني بيبان قوي كمان شكل المسام قد ايه شكله بيتحسن بعد ما بتعملي جلسة الديرمابان دي. هتحسوا ان في مناطق احمرت وفي مناطق لا، ومش شرط على فكرة ان البشرة تطلع دم يعني عشان تبقى كده جلسة الديرمابان خلاص اخدت حقها يعني وكده. عايزه اقولك على حاجه كمان، ان ما ينفعش ان انتي تكوني عندك حبوب اكتف وتستخدمي الديرمابان. يعني انا عندي هنا حبايه اكتف، هي لسه اكتف، لسه ما نشفتش، ما جبتش خالص عندها الديرمابان. لازم يبقى بشرتك ما فيهاش حبوب. انا كده خلصت الجزء اللي تحت ده، هعمل بقى مناخيري والقوره، بس طبعا هغير المقاس، يعني هخليه مثلا على 1 عشان انا مش عايزه اجرح بشرتي. يعني في نفس الوقت اصلا هنا في عظم اكتر، بس هتحسوا كمان ان القوره بدات ان هي تحمر اسرع من الخدود وكده. انا ما كنتش محضره خالص والله ان انا اصلا اصور الفيديو ده، انا كنت هعمل ديرمابان عادي بس بعد كده قلت يعني ممكن المعلومات دي تفيدكم باي حاجه يعني، فشارككم الجلسه اللي انا بعملها بس مش اكتر. كعبول قاعد بيتفرج عليا مستغرب. طبعا وشي البنج بيبدا يروح،
فببدا ان انا احس بقى بشويه حرقان في بشرتي. كنتي عامله ديرمابين عميقه كل ما تحسي بالم بعديها يعني حرقان اكتر. اخر حاجه بس احاول ان انا اقلل خالص السمك بتاع السن نفسه، واعمل عند عيني حاجه بسيطه كده عشان انا طبعا ما كنتش حاطه اصلا بنج عندها، فهعمل بس كده حاجه بسيطه وانا كده خلصت. طبعا هتحسوا ان بشرتي محمره هنا، بس هتلاقوا كده في نقطه دم عشان دي الحته دي كانت فيها اثار وانا زودت بس عندها فعملت نقطه الدم دي. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ السن ده هرميه، ما بستخدموش تاني خلاص. من النوع اللي بستخدم سن وارجع تاني اغسله واستخدمه مره تانية، لا برمي السن خلاص. بعقم الجهاز بعد ما بستخدمه. هسيب بشرتي كده تمتص البرودكت اللي عليها اللي انا حطيته في الاخر. بعد ساعتين بشطف بشرتي بميه بس، ويفضل ان هي ما تبقاش ميه من الحنفيه، يكون مثلا لو انتوا عندكم اللي هو المحلول الملح ده تشطفوا بشرتكم بيه، لان ممكن يبقى برده لسه فيه شويه جروح، يعني في جروح برده في البشره. وبعد كده بحط طبقه من اللي هو اي سيكا او اي كريم يكون مرمم للبشره او حاجه مهدئه. انا بفضل اللي هو سيكا بلاست، بس ممكن تستخدموا اي سيكا. هنا برده كذا نوع ممكن تستخدموه. يوم وتالت يوم ما بغسلش بشرتي خالص بغسول، بغسلها بس بالميه وبحط سيكا. لو هنزل في الشمس لازم سان سكرين، مفيش اوبشن. بعد ال3 ايام بخلي الروتين بتاعي مينيمال خالص، ما بيكونش فيه اي اكتيفز. اغسل وشي بالغسول، بحط تونر، مفيش تونر عادي مش مهم. بعدين ممكن احط سيرم يكون حاجه بترمم البشره، وبعدين المرطب بتاعي، وده بالليل. الصبح اغسل وشي بحط سان سكرين، ما بحطش اي حاجه تاني. طبعا لو انت عندك اي سؤال تاني او حاجه انا سقطتها في الفيديو اكتبي لي في الكومنتس وانا هرد عليكي. واعملي سيف للفيديو عشان لما تيجي تعملي جلسه ديرمابين ترجعي له تاني.